لما واحد يغش يقعد الصبح يبيع بضاعة، مو فرد يوم وجا النبي صلى الله عليه وآله شاف له واحد بقال شنو معناه؟ معناه يبيع فواكه وخضر، مخلي الفاكهة هذول عندهم شغلات شوية شيطانية، مو كلهم بعضهم، يخلي الحاجة الكبيرة الرمانة الكبيرة فوق، والرمانة الصغيرة التالفة وين يخليها؟ جوا، وما يطلع لك اياها. البرتقالة الزينة فوق، البرتقالة المو زينة جوا، وهكذا. يسموها بعرف البقالين الحاجة الموجهة. انت لما تجي تقول له فد كيلو بالله رمان، يشيل لك من هاي الزينة فد 2 وخلى لك 5 من هاي المو زينة وطاك اياها بالكيس وقال لك روح الله يبارك. فاجى النبي يمشي صلى الله عليه وسلم، رأى بقالا وشاف السلعة مالته، البضاعة مالته حلوة لطيفة مرتبة. النبي قال له هاي بضاعتك جيدة. هبط جبريل عليه السلام قال يا محمد مد يدك إلى عمقها، مد يدك جوا وشوف شكو. مد النبي يده وإذا بحاجة تالفة مبلولة. التفت النبي إلى البقال قال يا هذا من غشنا ليس مني. فالنبي لما يقول هالشكل مو كلام توبيخ، لا، ولا كلام عابر آني، لا، وإنما الجملة التي تفوه بها المصطفى يعنيها، معناها أن من غش المسلمين ليس من المسلمين. فإذا واحد مثلا يروح يغش هذا عبد الشيطان. ليش؟ لأن الذي يأمر بالغش الشيطان وليس الرحمن. من يكذب عبد الشيطان، إذا زنى عبد الشيطان، إذا سرق عبد الشيطان. فلذلك هناك عبادة يسموها العبادة المزدوجة. العبادة المزدوجة شلون؟ واحد مسلم يقعد الفجر يتوضا ويصلي، لما صلى لله عبد الله، طلع يشتغل، جاب الحاجة المو زينة رتبها دلسها سواها زينة باعها للناس بغش، فقد عبد الشيطان. إذن هذا عبد إلهين في آن واحد، عبد الله بالصلاة وعبد الشيطان بغش المسلمين. هاي العبادة المزدوجة تسألني بأن الله يقبلها سبحانه وتعالى؟ لا، الله ما يقبل. هاي يسموها عبادة نفاقية، منافق هذا. الله يقول للإنسان أنت لو تكون مع الله لو تكون مع الشيطان، أما ساعة تعبد الله وساعة تعبد الشيطان في آن واحد